بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم كروكي بالعسل كما راكم تشوفوا. راح يجي طري جدا جدا، والبنة تاعو راح تجي كتاع نفس الذوق تاع البان تو بيس، لذيذ جدا طري. ننصحكم تجربوه. كما راكم تشوفوا هنا قسمت لكم حبة تشوفوها، راح يجي يذوب في الفم وطري جدا، وراح يخرج لكم كمية لاباس بها. نروحوا هنايا المقادير وطريقة التحضير. هنا في كاسرونة نحط عندي هنايا نص كاس تاع زيت. سعة الكاس هنا عندي هو 250 ملي. نص كاس زيت ونص كاس مارغرين أو الزبدة، مارغرين تكون ذايبة، نص كاس. وعندي هنايا نص كاس تاع عسل. هنايا نحط الزيت، بعد ما نحط الزيت نحط العسل هو الأخير، نحطه في الأخير باش ما يلزقناش العسل في الكاس. الطريقة هذه راح تجي سهلة جدا كما راكم تشوفوا. هنايا العسل كي نخرجوه كي نصبوه في الطاوة أو الكاسرونة راح يخرج كامل وما يبقاش لاصق في الكاس، يعني العسل نخليه في الأخير. نص كاس تاع عسل ونص كاس سكر. نخلط هذه المكونات ونحطوها فوق النار على نار هادئة. نحطوه على نار هادئة دائما، النار تكون ناقصة، تكون هادئة جدا. هنا نحطوه فوق النار مع التحريك المستمر. هنا النار تحبوا هنايا تحبوا قاوية أو ناقصة كما تحبوا، ولكن هنا بعد ما نحط الكربونات ضروري النار تكون ناقصة جدا جدا. هنا عندي بعد ما وصل درجة الغليان حطيت ملعقة صغيرة تاع القهوة كربونات الصودا، حطيت ملعقة صغيرة تكون مملوءة كربونات الصودا. أنا استعملت هذه الكربونات اللي فيها 10 غرام غذائية. ونخلط هنايا هذه كما راكم تشوفوا، نخلط هنايا فوق بلا ما نحط فوق النار كما راكم تشوفوا نخلط. والنار ضروري ننصحكم ملاحظة النار تكون هادئة جدا جدا باش هنايا الكراميل السكر هذه المكونات ما تتحرق لكمش، لازم النار تكون هادئة جدا. هنا حطيتها رجعتها فوق النار، ولكن كي نحطوها فوق النار راح مجرد نحطوها فوق النار يعني مدة دقيقة راح يتغير اللون تاعها مع التحريك المستمر. لازم النار تكون هادئة جدا جدا وما تكونش قوية. إذا قويتوا النار إذا كانت قوية العسل تاعكم راح يتحرق وما راح تنجح لكم الحلوى هذه. ضروري النار تكون ناقصة، فقط دقيقة فقط أو دقيقتين ونطفي عليها النار. يعني هي كي تكون سخونة راح تزيد يتكرمل أكثر كما راكم تشوفوا. هنا نوصل لهذا اللون ونطفي عليها النار. هنايا نحطه في طاوة أو حاجة تكون باش يبرد هذا المكونات تبرد. لازم يكون بارد، نتحصل على هذا اللون يكون أحمر ولكن ما يكونش أسود. أنا بعد ما برد لي العسل والسكر والزيت، بعد ما بردوا حطيت لهم رشة تاع الملح ونصف ملعقة كبيرة نتاع فانيليا بودر، نصف ملعقة كبيرة تاع لافاني والملح وحطيتهم بجهة. وعندي هنا 3 حبات تاع بيض يكونوا كبار، 3 بيضات نحطهم بجهة. ونخلط هنايا المكونات هذه لازم تكون باردة مليح، لازم تكون دافية فقط ما تكونش سخونة. هنا إذا المكونات تاعكم كانت سخونة وحطيتوا عليها البيض تاعكم راح يطيب. مرة على مرة نتستي الخليط هذا، نتستيه ونشوفوا إذا كان سخون ما نحطش البيض كما راكم تشوفوا، ونخليه حتى يخرج هذاك الزيت. هنايا كل ما يبرد راح يخرج هذاك الزيت والمارغرين راح يخرجوا على برا. بعد ما بردوا لي تماما، بعد ما برد لي الخليط هذا برد تماما، نحطه هنايا في الخلاط الكهربائي. انا حطيته هنايا في الاشوار وتقدروا تخلطوه بالباتير او الضراب الكهربائي، اي اداه تخلطوا بها تقدروا تخدموا بها سواء البيترا او الخلاط الكهربائي او الاشوار. نزيد نخلط هنايا البيض جيدا.
نخلط البيض هنايا حتى يتخلط جيدا كما راكم تشوفوا، تندمج المكونات مع بعض. هنا بعد ما خلطتهم جيدا نخلطهم مليح، نفرغ الخليط تاعي في صحن يكون كعميق. عندي هنايا جوز يكون مرحي، هنايا جوز شريت قيمة 10,000، نشري قيمة 10,000 راح تكفي وتفضل. حطيت هنايا 3 ملاعق كبار تاع الأكل من الجوز يكون مرحي ولكن مش محمص، حطيته مباشرة ريحيته وحطيته في الخليط. حطيت 3 ملاعق كبار، نزيد ندخل هذاك الجوز المرحي مليح لأنه الجوز هنا يتماشى جيدا مع الكراميل. ومن بعد نحط الفرينة، مع كيس خميرة الحلوى اللي هي 10 غرام، 10 غرام تاع خميرة الحلوى، ونعجن نبقى نلم حتى نتحصل على العجينة تكون تتلصق شوية فقط في اليد. العجينة هنايا ما لازمش تكون تتلاصق بكثرة. هنا الكمية تاع الفرينة أنا أخذت تقريبا 640 غرام تاع فرينة، 640 غرام. كيلو بقات لي منه 360 غرام بقات لي من كيلو. المجموع تاع الفرينة كما قلت لكم هو 640 غرام. أنا استعملت هنا فرينة تاع ماما، كما شفتوني هنايا شكلت كرة كي نشوفوها ماهيش تلزق، يعني تكون تتلاصق ولكن ماهيش تتلاصق بكثرة. أنا العجينة تاعنا لازم تكون طرية جدا، تكون تتلاصق شوية في اليد، ما لازمش تكون يابسة. إذا جاتكم يابسة راح يفسد لكم الكروكي، والعجينة هذه ما لازمش تجي يابسة، لازم تكون طرية أفضل. كل ما كانت طرية راح تجي مليحة. هي تكون طرية مليحة ولكن ماهيش تتلاصق في اليد. كما راكم تشوفوا راح تكون هشة وطرية جدا جدا هذه العجينة. كما راكم تشوفوا نقسم العجينة تاعي، ندهن يدي بالزيت ونقسم العجينة تاعي على 3 قطع. نوجدو الصينية تاع الفرن طبعا يكون سخون. نشكل حربوش بهذا الشكل يكون كما راكم تشوفوا، نشكلهم إلى 3 حرابيش بهذا الشكل. كما راكم تشوفوا حربوش يكون رقيق ما يكونش خشين. نزيد الحربوش الثاني. هنا اللي ما عندهاش ورق الزبدة تقدر تفرش تدهن الصينية تاعها بالزيت، تدهن الصينية تاعها بالزيت عادي كما راكم تشوفوا. ونشكل هنايا حرابش كما راكم تشوفوا بهذا الشكل، ونحاول نبلاطيوهم من فوق ما يكونوش عاليين. طبعا نضغط عليهم ضغطة خفيفة من فوق. بالنسبة للفرن هنا الطياب تاع الحلوى هذه تاع الكروكي ما لازمش نطيبوها من فوق ومن تحت، لازم النار تكون شاعلة إلا من أسفل، والسنيوة تاعنا نحطوها في الرف العلوي. كما قلت لكم هنايا نشعل عليها إلا من الأسفل، ونحط الصينية تاعي في الرف العلوي، وراح تطيب كيما من تحت ومن فوق في نفس الوقت. يعني نشعلوا عليها إلا من الأسفل فقط، وراح تطيب من تحت ومن فوق، وما نخليهاش تطيب بكثرة. يعني حلوى هذه تاع العسل ما لازمش تطيب بكثرة، فقط تحمر من فوق يعني تشوفوها نشفت وتصفار فقط، اللون تاعها يكون أصفر من فوق، ومن تحت تكون حمراء عادي، تحمر يعني احمرار يكون خفيف. ونطفي عليها النار ما نخليوهاش حتى تطيب بكثرة. أنا بعد ما طابت خليتها بردت شوية، ونحي لها هذوك الأطراف اللي زايدين. نحي الحواف هذوك نقطعهم بالموس. هنايا السكين يكون مشرشف، سكين خاص بالخبز، نقطعوها بسكين تاع الخاص بالخبز بهذا الشكل. نحي كامل الأطراف هذوك وندهنها بالمربى. عندي هنايا بالنسبة للمربى أنا حطيت هنايا كما تشوفوا الأطراف هذوما الأطراف اللي نحيتهم، راح تحصلوا على كروكي يكون رائع وطري يذوب في الفم. هنايا هما سخونين، الكروكي هو سخون، نعمروه مليح بالمعجون، ندهنوه جيدا، يعني ما نحطوش طبقة رقيقة، هنايا نحطوه بالمعجون أفضل. يعني من الأفضل نكثروا، يعني نحطوا كمية مليحة من المعجون، لأنه هو اللي راح يزيد يطري الكروكي، راح يزيد يطرى أكثر.
ندهنوه من جميع الجهات كما راكم تشوفوا. نشبعوه، نحطو هنايا كمية مليحة من المعجون. هنا اللي تحب تحط كريمة الزبدة، عفوا كريمة الموسلين، تحط تدهن الكريمة هذه بالكريمة، كريمة الموسلين. راح نحط لكم الوصفة تاعها في الفيديو القادم إن شاء الله. يعني اللي ما تحبش المعجون، يعني هي تقدر تحطوا، اللي ما عندهاش المكونات تاع الكريمة تحط المعجون، ولا حسب الرغبة تاعكم. اللي تحب المعجون تحط المعجون، اللي تحب الكريمة تحط كريمة. راح نحط لكم الفيديو القادم إن شاء الله، راح نحط لكم كريمة الموسلين اللي تقدروا تزينوا بها الكروكي هذا. يعني في بلاصة المعجون نحط كريمة الموسلين. كما راكم تشوفوني هنايا بعد ما حطيت حطيت طبقة من المعجون في الأول، بعد ما نشفت زدت حطيت لها طبقة أخرى. هنا المعجون من الأفضل نحطوه هو سخون، يعني الكروكي نحطوه هو سخون، المعجون نحطوه مباشرة بعد ما نخرجوا الكروكي من الفرن. ندهنو مليح بالمعجون. وهذو هما الأطراف اللي كنت نحيتهم، نرحيهم باليد تاعي كما كنت تشوفوا، نحكوهم بالكف تاع اليد، ومن بعد نصفيهم نحطوهم في الصفاية. بالنسبة للجوز، أنا هنا كنت في الوصفة هذه شريت قيمة 10,000، حطيت 3 ملاعق حطيتهم في العجين، واللي بقات لي الكمية اللي بقات لي رشيتها من فوق، خلطتها مع البسكوي هذا، خلطتها مع البسكوي ورشيتها من فوق. يعني قيمة 10,000 راح تكون كافية في الوصفة هذه. خلطت هنايا الجوز اللي كون رحيته، الجوز المرحي والبسكوي، زدت حطيت هنايا طبقة أخرى من المعجون. هنايا المعجون هو اللي راح يزيد يطري الكروكي أكثر. أنا حطيت كمية مليحة من المعجون باش ما يجيناش الكروكي ما يجيش ناشف. كل ما نشوفوه نشف نزيد طبقة من المعجون. هنايا خلطت المعجون مع الجوز، عفوا خلطت البسكوي، خلطت القاطو المرحي مع الأطراف هذوك اللي رحيتهم، خلطتهم مع الجوز ورشوه به من فوق. نحطو كامل الكمية، نغطيو كامل البسكوي هذاك من فوق الكروكي، نغطي كامل هذاك الكروكي من فوق من كل جهة. ونخليه هنا بعد ما نرش عليه البسكوي، القاطو والجوز، بعد ما نرشوهم جيدا، نغطيو كامل هذيك البلايص هذوك كامل نغطيوهم، نخليه حتى يبرد شوية، يبرد، ومن بعد نقطعوه بالموس الخاص بالخبز، موس سكين مسنن، سكين يكون فيه أسنان خاص بالخبز بهذا الشكل، نقطعهم إلى قطع. وراح نكتب لكم المكونات في صندوق الوصف. كما راكم تشوفوا راح نتحصل على كمية مليحة من الكروكي، ويكون طري جدا، يعني راح يجي هايل هذا الكروكي. ننصحكم تجربوه، كروكي العسل من أروع ما يكون، وراح يكون طري جدا. إذا وصلتوا لغاية الفيديو الأخير، ننصحكم ديروا لي جيم، نتمنى ديروا لي جيم للفيديو باش يطلع الفيديو وتشوفوه كامل الناس، يطلع كامل المشاهدين ويشوفوه. وهذا هو الكروكي كما راكم تشوفوا راح يكون طري جدا. وهنرسم لكم هنايا حبة قدامكم تشوفوها، الطراوة نتاعو راح يجي طري جدا جدا، كروكي على ذوق البان تو بيس، راح يكون طري جدا جدا. وهذه هي الكمية اللي كنت خرجت لي،
كمية كامل، راح تكون كمية كبيرة ما شاء الله، يعني راح تكون كمية مليحة ما شاء الله، والطراوة تاعو طري جدا وبنين. كما قلت لكم انايا الطياب هنا تاع الكروكي هذا طيبته الا من الاسفل، يعني النار تكون شاعله الا من الاسفل ومن فوق تكون طافيه. ونحط الصينيه تاعي في الرف العلوي، وفي نفس الوقت راح يطيب الكروكي هذا، راح يطيب من تحت ومن فوق. هذيك السخانه اللي راح تنتشر في الفرن كامل، اللي راح تمشي كامل في الفرن، راح يطيبوا لنا هذا الكروكي، راح يطيب لنا من تحت ومن فوق في نفس الوقت، وما نخليهش يطيب. وما تنسونيش بالجيم اسفل الفيديو، والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.